بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم وعيد سعيد عليكم يا رب. طبعا النهاردة هشارككم يومي بقى في يوم من أيام العيد، ده تاني يوم العيد. وهشارككم بفلوج صغير كده وزيارتي عند أهلي، وأوريكم المناظر الجميلة والنيل الحلو ده، واشارككم يومي في العيد. بس بالله عليكم قبل ما تدخلوا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الإشعارات الجديدة. طبعا انا روحت عند اهلي، ولما بروح هناك ما ينفعش افوت المناظر الجميلة دي. عفوا، لازم ايه، اروح كده اتصور هناك بقى عند النيل كده وعند الممشى ده، واقعد شوية كده اتصور انا وولادي وابص على المناظر الجميلة الحلوة دي. بتريح نفسية الواحد جدا. وبعد كده بقى ايه، بروح. فقعدت اتصور بقى، بصوا منظر النيل تحفة، والمراكب اللي فيه، والناس بقى كانت قاعدة على الكورنيش، مع اننا كنا الظهر يعني، انا لسه يعني ساعة صلاة الظهر تقريبا، ما كانش فيه ناس كتير. العيال كانت بتلعب كده بالعجل وما كانش فيه ناس كتير. تعالوا اتفرجوا بقى بالليل. انا روحت بالليل، ما عرفتش اصور لكم بالليل. الوضع صعب جدا، زحمة موت. الممشى ده والكورنيش ده كله ما كانش باين من كتر الناس. وفي ملاهي بقى، وفي حاجة اسمها سوق عيد، مراجيح بقى والعاب للعيال ومش عارفة ايه. بصوا كمية ناس رهيبة، كأن مفيش حد قاعد في بيته والله. بس دلوقتي الصبح بالنهار كده كان الجو رايق جدا، كنت لسه انا رايحة عندهم، عشان كده كان الجو هادي جدا فصورت براحتي. غير بالليل ما عرفتش ابدا. فروحنا بقى وقعدنا شوية، وبعدين ايه، اختي ام عمر ربنا يكرمها يا رب، ده تاني يوم بقى، عشان احنا اول يوم كنا تعبانين جدا وكان حادق بقى، فسيخ وسردين ورنجة انتوا فاهمين. ونمنا بقى تاني يوم. اختي ام عمر ربنا يكرمها يا رب دخلت المطبخ بقى تعمل لنا الاكل. احنا اصلا لما بنتلم عند مامتي بنروح كلنا، يعني انا واخواتي كلنا بنتقابل هناك. فبندخل بقى كلنا مع بعض المطبخ بقى، فقالت لي صوريني وانا بعمل الاكل. فدلوقتي بتعمل تتبيلة الفراخ بقى، حاطه بصل وطماطم وفلفل وتوم وليمون وخل، وحاطه بهاراتها بقى، وفلفل اسود وملح، ومرق الدجاج فورية اهي، واي توابل انتي بتحبيها، وبتضربها ضربة حلوة في الخلاط كده. وبعدين بتتبل بيها الفراخ اللي كانت مقطعة. احنا تبلنا الفراخ في نفس اليوم اللي طبخنا فيه، صراحة ما كانش فيه وقت نتبلها قبلها. زي ما قلت لكم اول يوم العيد، آه، اول قصدي ما روحت تاني يوم يعني، كان حادق بقى وفسحنا العيال ومرجحناها وقعدنا شوية على الكورنيش وكده. وتاني يوم بقى قمنا من النوم على الاكل بقى، قلنا بقى نعمل غدوة حلوة كده ونتلم على الاكل وناكل بقى مع بعضينا كلنا، انا واخواتي كلنا في بيت بابايا ربنا يديله الصحة يا رب، ويفضل مفتوح بحسه كده هو ومامتي يا رب. وبعد كده كل واحد فينا راح بيته بقى وروحنا. يعني انا بكلمكم دلوقتي وانا بايه، بسجل لكم على الفيديو وانا خلاص روحت يعني. بصوا، هي بتشرح الفراخ كده علشان تتشرب من التتبيله. هي قالت لي هنسيبها ساعه كده ولا حاجه لغايه ما نعمل حاجات تانية في الاكل يعني، تشرب من التتبيله دي. طريقه حلوه قوي، وبترصها في الصواني وبتعملها بتبقى حلوه قوي كانها مشويه يعني. بتبقى مشويه بس في الصينيه يعني، بتبقى حلوه قوي، احسن ما تقعدي تسلقي وتحمري وتوجعي قلبك. لا بصراحه الطريقه دي حلوه جدا، وما بتاخدش وقت يعني. بتحطي الفراخ خالص وبتنسيها بقى خلاص يعني، تستوي بقى وخلاص. اهي بتحاول تشربها بكل التتبيلة، وهتسيبها شوية كده قد ساعة او اتنين لغاية ما نخلص بقى ايه الحاجات التانية. مش عايزة اقول لكم، لما احلى حاجة في الحياة لمتك مع اهلك واخواتك وامك وابوكي، ويبقوا راضيين عنك ويدعوا لك، دي بالدنيا والله العظيم ربنا ما يحرمش حد من النعمة دي. دي نعمة كبيرة جدا. دلوقتي في الوقت ده كانت مامتي قالت لي عندي بطاية حلوة قوي، يلا نذبحوها ونضفوها كمان واعملوها مع الاكل جنب الفراخ. فانا بقى ايه، هما ذبحوها وانا ايه قعدت انضفها يعني من الريش وكده. والفراخ رصتها في الصواني اهي وهسيبها شويه. وبعدين جابت كميه بصل بقى، قالت تضربها في الكبه كده علشان نحشي البطايه الحلوه دي بالمرتة، نحشيها بصل يعني، بصل بالكبد والقوانص كده بتبقى حلوه قوي. ومامتي ربنا يديها الصحه، كل واحد فينا بيعمل حاجه على فكره. قالت لي انا اللي هعمل لكم الرز المعمر بقى. عملت 2 طاجن اهو، وحله كمان علشان ما لقيناش طاجن تاني نعمل فيه. بتحط هي بقى ايه، رز، وتحط بصوا دي قشطه هي مجمدها في الفريزر،
وتحط ملح وفلفل اسود، وبتدعك الرز كويس قوي بملح وفلفل اسود والقشطه، وتزود له اللبن، ومش بتحط السمنه غير في الاخر. وهتعمله في الفرن الحطب على فكره. على فكره احنا عندنا فرن بالغاز اللي هو الصاج ده، والبوتاجازات وكله، بس رجعوا الناس تاني عندنا على فكرة في بلدنا رجعوا تاني للأفران الطوب اللي هي بالحطب. ليه بقى؟ لأن الغاز غالي جدا، انتوا فاهمين، أنبوبة البوتاجاز بقت غالية جدا. فالناس أكترها رجعت تاني تعمل فران بالحطب بقى وفران طين وتعمل فيها. بصراحة الأكل بيطلع فيها تحفة. والله الرز كان طعمه وريحته حلوة قوي من الدخانة اللي بتاعة الفرن البلدي ده. اهو اللبن كنا غليناه على البوتاجاز، فبتزودوا اهو لبن علشان تعمل الرز المعمر. اهو بصوا، هتروح بقى ايه، هنطلعهم لها كده على السطوح، وتروح تحطهم في الفرن الفلاحي بقى بتاعنا البلدي الحلو الجميل ده، وتحط السمنه في الاخر. والفراخ دي، صينيتين الفراخ هنحطهم في فرن البوتاجاز عند اخويا فوق. والبطايه انا نضفتها خليتها قشطه ونقعتها في ليمون وخل وملح، وسبتها تتنقع شويه لغايه المرته بصوا بتاعتها، البصلايه بتاعتها ما بتستوي. وحشيتها وخيطتها. طبعا انا بوريكم مقتطفات كده عشان اليوم كان طويل جدا يعني. حشيتها وخيطتها، ورحت حاطه لها بقى الحبشتكنات بتاعتها، طماطم وبصل وجزر وحبهان ومستكه وورق لورا، وحطيتها على النار. وبرضو اختي جابت الملوخيه بعد ما قطفناها وغسلناها، قالت اقعد اخرطها بقى عشان نعمل بقى طبق ملوخيه خضرا حلو كده. بصوا احنا 3 اخوات بنات، كل واحدة فينا كانت بتشتغل وبتعمل حاجة. ومامتي ربنا يديها الصحة خدت الرز المعمر وقعدت قدامه في الفرن فوق. فصراحة كل واحد فينا كان بيشتغل، انجزنا كل كميات الاكل دي، مش عايزة اقول لكم، في وقت قصير جدا. انتوا عارفين العيلة لما بتتلم بيبقى اكل كتير بقى، وكل الكمية دي عملناها في ثواني. اهو بصوا الفرن اللي بالحطب اهو، طلعت منه الرز كان استوى بقى. هتحط له السمنة اهو. هي حتى بتقول لي ساعتها ما خدش وش عجبني علشان انا ايه، ما عرفتش اعليله النار. بتقول لي النار كانت معكساني عشان الدنيا كان هوا، وما عرفتش عشان كده ما خدش لون جامد قوي. هي قبل كده بتديله لون حلو قوي، بس الدنيا هوا كانت في اليوم ده وما عرف، والهوا كان معاكسها ما كانتش عارفه تولعه. انتوا عارفين الفرن اللي بالحطب ده مش عايز هوا وكلام من ده. بس والله كان طعمه وريحته تحفة. مهما تاكلي ومهما تعملي في بيتك مش بيبقى ابدا زي اللي بتعمليه عند اهلك الصراحة، وزي الاكل اللي عند اهلك. كنا عاملين لوبيا كمان اهو، والملوخية والفراخ استوت والبطة استوت والرز المعمر. بصوا تحفة، كان الاكل جميل جدا والله. واحلى من الاكل اللمة كانت جميلة جدا. والبطاية كمان لما فتحناها البصل اللي جواها المرتة دي كانت تحفة تحفة. البصل بيبقى المحشي ده فيها بيبقى جميل جدا. واللمة كانت جميلة، وحطينا شوربة البط. عملنا سفرتين زي دي وسفرة كمان للعيال، لان احنا كميتنا كانت كبيرة جدا يعني. احنا 3 بنات وولد بعيالنا وامي وابويا تخيلوا بقى. فما شاء الله كانت كمية كبيرة. فعملنا سفرتين من دول، واحدة للستات وواحدة للرجالة، وعملنا واحدة للعيال الصغيرين. وبالهنا والشفا للي كل، وبالهنا والشفا للي شاف، وكل سنة وانتم طيبين.